الحاجه زينب الغزالي اللي كانت بتتعذب وسيد قطب عشان لو في اخوان مسلمين يسمعوا. لا، جمال عبد الناصر قعد سنتين زي اي رئيس بيجي، زي الملك فاروق. شفتوا الملك فاروق لما جه من لندن استقبال الشعب استقبله ازاي وانتهى ازاي؟ شفتوا جمال عبد الناصر لما جه سنتين في وسط الناس بيقعد في الشوارع وينزل بعربيته المكشوفه وانتهى ازاي؟ انتهت نكسه و67 ومعتقلات ومذبحه القدر وخسائر في الاقتصاد واي حد كان بيكلم حد كان بيتسجل له وتاني يوم يبقى في المعتقل. انور السادات اول ما جه عمل كده. كان في سجن اللومان راح عمل هده وبعدين انتهت حياته في سبتمبر لما اعتقل كل رموز المعارضه في مصر. حسني مبارك قال نفس القصه، اول ما جه قال يا جماعه الكفن ملوش جيوب، انا اسمي حسني مبارك مش انور السادات. وبرضه مش غير كلامي، حسني مبارك ليه ايجابيات وسلبيات زي عبد الناصر ايجابيات وسلبيات والسادات كل اللي ايجابيات. شوفوا يا جماعه اي حد بيحكم البلد دي ده نظام، مفيش نظام فاسد كله او صالح كله. احنا كبني ادمين انت حضرتك جواك هتلاقي الخير وجواك الشر، ده ربنا اللي قال ينتصر الخير على الشر من جواك وبإرادة ربنا. مفيش بني آدم بيتولد ملاك، هتلاقي حضرتك كده جواك برضه إيه؟ حتة متضايق من زميلك، جارك عايز تخنقه، خلاص؟ الشر موجود جوانا في كل بني آدم، في أي نظام في الدنيا هتلاقيه مزاياه وإيجابياته. ما ينفعش كل ما حد يمشي نقول كل يعني أنا بقول أهو جمال الملك فاروق. شوفوا بقى كان الاسلحه الفاسده وكل اللي كان معاه، لكن كان عنده مزايا، كان عنده برلمان مش موجود دلوقتي. مصطفى النحاس كان رئيس الوزراء، كان الراجل الملك بيتحايل عليه قرار ينقل فيه وكيل وزاره يقول له مش هنقله. وكان البرلمان برلمان. ده عصر الملك فاروق، مش كله فساد ومش كله ايجابيات. جمال عبد الناصر التاميم والسد العالي وقناه السويس، لكن عنده بقى التعذيب والاخوان المسلمين عملوا في الاخوان المسلمين، وعنده نكسه 67 وعنده مذبحه القضاء، وعنده الصحفي اللي كان بيتكلم كان بيوديه يشتغل في بيت جزمجي. انور السادات عنده 73 عنده حاجات حرب 73 خلاص، لكن انتهى بايه؟ انتهى انه اعتقل كل الناس وقت الحريات. حسني مبارك عنده المشروعات، عنده بنيه تحتيه اتعملت وعنده جنبك من الحروب، لكن كان عنده حوالينه طبقه فاسده وانا بحمل له المسؤوليه. ما عنديش حاجه اسمها رئيس، بقول الكلام ده علنا، ما عنديش رئيس جمهوريه يقول لك اصل كان مغيب، المغيب بيمشي. عشان كده مش عايز الشعب يبقى مغيب. الشعب لازم يفوق وينزل الانتخابات، وكل واحد معاه بطاقه رقم قومي ينزل. ما تقعدليش النهارده تقعد على قهوه مش عاجبك البلد وساعه ما يجي الجد عشان تدي صوتك وتبني البلد ما تروحش. انزل. عايز تنتخب فيه ناس من الاخوان المسلمين نازلين، في اخوه سلفيين نازلين، في ناس بيسموهم الليبراليين دول ولا هم طبعا السلفيين بيسموهم كفار موجودين خلاص وربنا بيحاسبهم في الاخر. في شباب زي احمد نازلين، في سيدات نازلين. انزل انتخب، ما تقعديش على اقعد انتقد. انا هنا سنه 90 وقفت، كان وزير الداخليه ده جبروت الناس اللي عارفين، كنت بنتقده وبجيبه في الارض خلاص، بس ما كنتش بقبض واعتقلني بعد كده، بس مش مشكله، عمري ما قبضت ولا هقبض. ليه؟ يا جماعه حب البلد مش محتاج انا اروح اخد حد يبعت لي فلوس من بره. حب البلد اللي بيقول لك اصل احنا رحنا اتدربنا بره ازاي نعمل مظاهرات. هي المظاهره محتاجه تدريب؟ ده انا بروح يسقط النظام يخرب بيت ام الرئيس، مش ده اللي بيحصل؟ هي دي محتاجه اتدرب؟ انا في النهايه مش عايز اطول عليكم عشان ده مؤتمر احمد. اولا بشكركم، بشكر الموجودين. اللي حرمت مبارك وعياله وفلسوا يحاربوك واتصلت عليهم عشان انت نضيف وسليم مصر كلها. انا عايز اقول لك حاجه، نحن لسنا متهمين لا في جمل ولا في معزه ولا في خروف. يا جماعه انا طلعت في التلفزيون المصري، بقول تاني كلام واضح، طلعت في التلفزيون المصري يوم الاحد في قناه ثانيه اتكلمت عن موزه وقلت عصام شرف لا يصلح ان يكون رئيسا لحي العجوزه. يوم الثلاث كنت في السجن، فلا جمل ولا معزه. مش هجيب انا ناس، انا لما احب لو انا عضو مجلس الشعب عن 100 عقبه او الدايره دي، لما احب اجيب ناس للنظام اجيب منين؟ من 100 عقبه. لما كنت انا راجل عضو مجلس الشعب عن تميده ومدرامر اجيب من بلدي خلاص. طب انا عايز واحد بس من اللي في ناس قبض عليها 70 واحد وجابوا يمين وشمال، مفيش حد اصلا اعرفه مش من بلدي ما اعرفوش. انما دي قصه وهميه اتعملت علشان انا قلت رايي ومش هغيره.
على فكره انا قلت في التلفزيون حضرتك شفتني، الخمسه الشهود الزور النائب العام وجه لهم الشهاده الزور والبلاغ الكاذب. دول الخمسه، مش عايز اشغل بالي بقضيه متلفه عشان نرضي موزه. وعلى فكره المحكمه محكمتين طلعوني، لما المحكمه الاولانيه طلعتني اول مره وانتم متابعين واحمد طلع في البرامج وانا ابويا مخطوف، الاخ عصام شرف كان في قطر، قالوا له والله انتوا مش قلتوا حبست مرتضى؟ ده المحكمه طلعته، فادى التليفون بقول تاني اهو انا ما بطلعش الا لما يرجع، كانوا حابسينه هناك. وبقول تاني موزه مش هتحكم مصر. ولا اخلص من سوزان اخش في موزه؟ واخلص من موزه يا اخويا كانت جهنم. هو لازم واحده تحكمنا؟ لا. وقول رايي، وهدلنا اقول رايي، وكلكم شفتوني مع تامر امين يوم 4/2 وشوفوا ارجعوا. احمد دايب اشغل لكم يوم 30 يناير كان حسني مبارك موجود ولا مشي؟ كان موجود. الوزاره كانت موجوده ولا مشيت؟ موجوده 30 يناير، مش الوزاره مشي 1/2. احمد نظيف مشي تاني يوم، تمام؟ لما اجي اقول لك دلوقتي انا كنت في ميدان التحرير، على فكره ميدان التحرير ما عادش ميزه. خلاص بعد الفوضى اللي البلد فيها، وانا قلت قبل كده ممكن اللي حصل في 25 يناير تطلع منه مصر في اكبر ثوره في التاريخ او اكبر فوضى في التاريخ. ده في ايدنا احنا. اللي احنا ماشيين فيه ده اكبر فوضى في التاريخ. اللي انا قلته اللي هو الانهيار الاقتصادي. انت عارف انا ماليش في البورصه، لكن لما اقرا كل يوم ان البورصه 6 مليار و7 مليار خسائر. على فكره البورصه دي مسمين فيها الناس مواطنين بوسطيات وكبار. ما هو الكبير مش هيهمه خسائر البورصه. هو انت فاكر الكبير ده حاطط فلوس في بورصه مصريه؟ لا خلاص، ده فلوسه اتكل على الله بره. البورصه المصريه دي فيها الناس من صغار المستثمرين. انا النهارده لما الاقي السياحه بتاعتي مش جايبه 10% وده كان مورد اساسي للدوله، لما اجي النهارده اشوف الاستثمارات في البلد، مش هقول لك بقى كم مشروع اتعمل بعد 25 يناير، شوف كم مشروع اتقفل بعد 25 يناير. هي 25 يناير اي طلعه عشان يبقى خراب ولا عشان يبقى في تقدم وبلدنا يبقى فيها ازدهار؟ فشوفوا يا جماعه، يوم 30 يناير مع شريف عامر في قناه الحياه جابوا حمدي خليفه، وجابوا الاخ اللي بيكتب قصص مستشار ده اللي بيكتب عن الصعايده صفاء الدين عامر، صفاء عامر، وجابوني خلاص. وعمل نجيب ساويرس مداخله معايا يوم، قلت انا وابن احمد في ميدان التحرير من 25 يناير يوم 30. طب حسني مبارك كان موجود خلاص، و28 بس ستوب بقى خلاص. ستوب ليه؟ لان انا شايف الرؤيه قدامي. الناس اللي مكمله، كل الناس اللي 25 28 راحوا بيوتهم بيشتغلوا، اللي مكملين دول بقى اللي هم راحوا بقى على طول، اللي راحوا يهاجموا وزاره الدفاع وراحوا في العباسيه، اهل العباسيه ضربوهم، اللي راحوا مسبير وعملوا فتنه بين المسلمين والمسيحيين، اللي راحوا القضاه المحامين ضربوا طوب على القضاه وراحوا المحامين قالوا لهم الحقوا ده القضاه بيضربوا عليكم نار. الولاد اللي مكملين، اللي هم مستمرين، اللي مش عايزين بلد تقوم، اللي عايزيننا نبقى العراق، اللي عايزيننا نبقى جزء من قطر. وانا حتى قلت الكلام ده النهارده في احدى البرامج. سمير زاهد انا وقفت معاه جامد كتير في حاجات كتير بس ما عندوش دم. ايه اللي موديك يا سمير واخد منتخب مصر في بلد محتاجه النهارده اقول للعالم كله ان مصر بلد الامان؟ راح الدوحه واخد الخطيب وحسن شحاته، راح يعملوا جرام هناك ولا ايه؟ تعملوا هناك عشان دولار. واحد اخر هيثم فاروق وليد صلاح اللي قاعدين يقول لك والشيخه موزه، والاصل الشيخه موزه عملت عيب. انت مصري؟ والله العظيم ده عار اللي حصل امبارح. واخد فريق